فليحيى حاكم مصر المقتدر جناب أمنحوتب. ها؟ ماذا جرى الخماه؟ حتى ذكرتنا أخيرا. لولا أنهم أجبروني لما قطعت عليك وقتك الثمين. أنا أسمع. قلت من هو الذي أجبرك؟ جئت إليك شاكيا، جئتك شاكيا يوزرسيف. هل يحق له أن يأخذ المال مقابل ما يعطيه من الحنطة لكهنة معبد آمون؟ لم لا؟ الحنطة هي رأس مال هؤلاء الناس ونتاج كدهم. لما علي أن أعطيها مجانا لمعبد آمون؟ الحنطة هي طبعا للناس، لا نقاش في ذلك، لكن آمون أيضا هو لكل الناس، والكهنة هم حفظة الناس على إيمانهم. لولا الكهنة ومعبد آمون ودعاؤهم بالخير، فهل كنتم ستوفقون لادخار هذا الكم الهائل من الحنطة؟ لكن على حد علمي فأنتم لم توفروا بذل أدنى جهد لتصرفوا الناس عن التعاون مع جناب يوزرسيف وتسليم كل الحنطة إلى المخازن. لا صحة لذلك، هذه ليست الحقيقة. سوف نثبت لكم الحقيقة في حينه. لكن سؤالي لكم هو أنكم إن قررتم بيع الحنطة للكهنة وخدمة الناس هؤلاء، فلماذا ب3,000 دبن؟ لأنكم تملكون المال ولأنكم أصحاب نفوذ. وماذا يفعل من لا يستطيع تسديد الضرائب؟ القحط والحنطة، أليس كذلك؟ لسببين. أجل، الأول أنه لا يخطر ببالي تعبير ليقوم بتنفيذ مهمة خطيرة. جده لي وعلى الفور. يتابعون الفيديوهات ينسى أنكم تشتركوا في قناة اليوتيوب فضلا وليس أمرا.